السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معايا على قناة مطبخ إسلام. اليوم جبت لكم كيك اللي هو سهل وبسيط، مكونات جد بسيطة في متناول الجميع يعني، وكيوجد في وقت قصير. تقدر ديرو حتى يجيب فراغ في العاد، تقدر انك ديرو كيوجد بسرعة. ننتقلوا المكونات والطريقة ديال هذا الكيك. بالنسبة للمكونات كنحتاجو 4 البيضات، كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت نباتية، 2 معالق كبار ديال البودر كاكاو، و7 المعالق ديال الدقيق، و2 خمارات حامرين. والكوكوط كنكونو ديجا دهناها ودرنا لها اما الزبده والطحين اما الزيت والطحين. اول حاجه كنديروها نخدموا البيض مع السكر سنيده مزيان بالضرب الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيولي الخليط بيض. يعني هذه خطوه مهمه الا بغيتو الكيك يجي هشيش وفي نفس الوقت طالع. من بعد ما كيتضاعف البيض ديالنا كما كتشوفوا كنزيدوا له الزيت وكنكملوا له باقي المكونات. صافي من بعد ما ساليت درت الخليط ديالي في الكوكوط وسديت عليه مزيان، ولكن ما درتش الصفاره. هذه ملاحظه مهمه عندكم تنساو وديروا الصفاره. من بعد وضعت المول ديالي الكوكوط في نار هادئه باش طيب الكيك ديالنا على خطره. انا استغرقت لي مده ديال 30 دقيقه. غير كنبداو نشمو ريحه الكيك صافي كنعرفوها راهي بدات كطيب. من بعد كنحيدوها من على النار وكنحاولوا نقلبوها في طبق التقديم. كما كتشوفوا راه كتجي رائعه وكتجي اسفنجيه صراحه. تقدروا تخليوها هكا كيك، تقدروا ديروها ضغط يعني تقسموها على 3 وديروا لها كريم وتذوقوها كما بغيتو، يعني تستعملوها في اي حاجه بغيتوها. هنا انا غادي نقسمها بالخيط، واحد الطريقه اللي هي سهله وكتقسمها مقاده. كترشم من الجوانب بالموس، من بعد كتدخل في ديك الجوانب بالخيط وكتجر. صافي هذه الطريقه سهله باش تقسموا بها جينواز ديالكم. من بعد كنمشيو باش نحضروا كريمه اللي غادي نعمروا بها الكيك ديالنا. بالنسبه لكريمه الحشو كنحتاجو 2 كيسان د الحليب، 3 المعالق كبار ديال كريم باتيسير، 2 معالق ديال السكر سنيده، 2 دانيت شوكولا، والقليل من اللوز افيلي محمر. كنوضعو في كاسرونه كريم باتيسير ديالنا بودر وكنزيدو عليها السكر، كنزيدو عليها الحليب، كنخلطو مزيان حتى كيذوب لينا وما يبقاوش داكشي محبب. من بعد كنوضعو الخليط ديالنا على نار يعني تكون نار هادئه وكنبقاو مع التحريك، يعني ما نستغناوش على التحريك، يعني تقدر تحرق من التحت. من بعد ملي كتجمع لينا لا كريم وكتعقد كنعرفوها صافي راه هي وجدات، وكنتقلوا باش نعمروا الكيك ديالنا.
هذا هو الشكل النهائي ديال كيكة الكوكوط اللي اقترحتها عليكم اليوم، وراها كتجي زوينه بزاف. انا بالنسبه ليا كتجي احسن من الكيكه اللي كطيب في الفران، وسهله وما كتاخذش وقت بزاف. كما قلت لكم يعني تقدروا ديروها حتى لضياف الغفله اللي كيجيو على غفله ما موجدين لهم حتى شي حاجه، تقدروا ديروها وكتوجد وكتجي لذيذه بزاف. ما عليكم غير تجربوا وتردوا عليا الخبر. فإلا عجبكم لا فيديو ما عليكم غير تضغطوا على زر ابوني وجيم وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي.